مساء الخير. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض المربى. هنعمل مع بعض مربى الجزر ومربى الفراوله باسهل طريقه ممكنه، من غير مقادير. هي ما فيهاش مقادير اصلا. يلا بقى، حضري كده كيلو فراوله وكيلو جزر، وهنعملهم مع بعض احلى مربى. بصي بقى الفراوله لونها عامل ازاي، لونها رهيب بجد. لما تعملي مربى الفراوله في البيت انسي المربى اللي بره دي نهائي. بجد المربى اللي بره بتبقى فيها مكسبات طعم وفيها لون وفيها حاجات، لكن البيتي بيتي يا جماعه. خصوصا في المربى ولا الجزر بقى، بصوا لون الجزر عامل، مربى الجزر عامله ازاي، حاجه كده رهيبه. بس في الاول لو اول مره تشوفيني فدي قناتي، ما تنسيش تنوريني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه. دي كيلو من الفراوله، النهارده هعمل كيلو فراوله وكيلو جزر. كيلو الفراوله ده انا غسلاه وشايله منه الورده الخضراء اللي بتبقى فوق والحته اللي بتبقى تحت، منضفاه كويس قوي. واهم حاجه بس يعني تسيبي الفراوله شويه في الميه كده، عشان ساعات بيبقى فيها رمله، فسيبيها الاول شويه في الميه وبعد كده اشطفيها، وبعدين اغسليها بقى واحده واحده كده تحت الميه لحد ما تتاكدي ان ما فيهاش رمله وما فيهاش اي حاجه خالص. هنا انا جيت احطها في الحله شويه ميه، فرحت صفيتها تاني. اهم حاجه بقى الحله، هاتي اكبر حله عندك لان الفراوله بتفور. يعني في حله كبيره ازاي الفراوله بتفور، ولازم تفضلي واقفه جنبها. خلي بالك يعني لازم تحطيها. هنا بقى بصي، دي كوبايه او برطمان، اي حاجه عندك. وهعمل ايه بقى، ههرس الفراوله دي. الفراوله انا ما بضربهاش في الخلاط، انا بهرسها كده عشان تبقى فراوله قطع. انا بحب قوي الفراوله القطع، بحب كده اكل المربى ويبقى فيه مربى ومعاه حتت فراوله. فبعمل الحركه دي عشان اخليها فراوله قطع، وفي نفس الوقت لما بتهرسيها كده بتنزل السكر والحلاوه اللي فيها، بجد بيبقى طعمها حلو قوي. هحرس بقى الكميه دي بكوبايه بقى لو انت عندك هراسه بطاطس برضو ممكن تعمليها بهراسه البطاطس. اي حاجه. هنعمل بقى الخطوه دي لان انا زي ما قلت لك انا بستكفي ان انا لما تخلص يعني بستكفي بيها قطع، انا بحبها قطع. لكن لو انت بعد كده هتضربيها بهاند بلندر او هتحطيها في خلاط مش عايزاها تبقى قطع معاكي، ممكن بس تديها كده ايه، يعني ما تفضليش تهرسي فيها كتير. كام هرسه كده، انا عايزه انزل قلبها وعايزه انزل السكر اللي فيها واللون الحلو ده، فتهرسيها كده كام هرسه وتحطيها بقى على النار. لكن انا عشان بكتفي بالخطوه دي يعني بهرسها حلو قوي، بحاول على قد ما اقدر ان انا اهرسها حلو قوي. هنا خلاص تمام. بصي بقى بقت عامله ازاي، فيها عصير اهو وفي نفس الوقت فيها حتت فراوله. هنعمل ايه، هنحط مكونين بس. المربى يا جماعه ما بيتحطش عليها الا مكونين بس، طبعا الاساسي السكر. الكيلو بتاع الفراوله هحط عليه كيلو ونص من السكر، اسفه، كوبايه ونص من السكر. كيلو ونص ده ده حاجه صعبه قوي، لا معلش انا اسفه اتلخبطت. كوبايه ونص من السكر، يبقى كيلو الفراوله بياخد كوبايه ونص من السكر. هنا بقى نزلت بقيه السكر عشان تطلع مظبوطه معايا. وعلى فكره السكر ده يا جماعه مظبوط، مش مسكره قوي ومش ما فيهاش المزازه. يعني ساعات بتجيبي المربى من بره كده بتبقى فيها سنه مزازه، يعني مززه كده شويه. لا كوبايه ونص العيار المظبوط. الربط بقى، عامل الربط والحفظ عندي هنا الليمون اللي هيحفظها ان انتي تقدري تحطيها في التلاجة، ما يحصلهاش اي حاجه نهائي. الليمون وهو ده اللي هيربط لي المربى معاه. ليمونتين وسط، هناخد العصير بتاعهم هعصرهم بقى كده على الفراوله. يبقى هي دي مكونات المربى. انت متخيله بقى الفراوله اليومين دول يا جماعه ماليه السوق ورخيصه وسعرها حلو ورخيص جدا. هاتي بقى وخزني في التلاجة عصير واعملي بقى مربى. هطلع بقى هنا البذر اللي كان في الليمون ده، لما بلاقي حاجه كده بتقابلني من البذر اللي في الليمون بشيلها. هقلب بقى كل ده مع بعض وهغطيها وهحطها على النار. بس خلي بالك عشان هقولك تاني، استخدمي حله كبيره عشان الفراوله بتفور. هتقعد قد ايه، هتقعد نص ساعه بالظبط، احسبي لها نص ساعه بالظبط هتطلع معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه ده. بصي رهيبه. وعايزه اقول لك القوام بتاعها كده كمان، عشان بصي الدخان لسه بيطلع منها، هي لسه سخنه، انا لسه طافيه عليها حالا النار. بصي بقى بقت عامله ازاي بعد نص ساعه بالظبط، احسبي لها نص ساعه وطفي عليها على طول. حاجه كده بقى مش قادره اقول لك. ولا ريحتها بقى وهي على النار، بجد لو جربتيها مش هتشتري مربى تاني من بره. هسيبها بقى لحد ما تهدى خالص
وبعد كده هجيب برطمان ازاز، اهم حاجه بس يبقى يفضل ان هو يبقى ازاز متعقم كويس قوي ومغسول ونضيفه زي الفل. هنعبي فيه المربى بتاعتنا. تقريبا البرطمان اللي انا بحط فيه ده تقريبا بياخد كيلو، فهي ملت البرطمان الا حته صغيره. كلفتنا ايه بقى؟ كوبايه ونص سكر وليمونتين وكيلو الفراوله. يعني كيلو الفراوله ده يا جماعه انا جايباه ب 8 جنيه، يعني اللي هي ما كلفتش اي حاجه، وكلنا عندنا سكر وليمون في البيت، فبجد ما كلفتش اي حاجه. وبعيدا بقى عن التكلفه، طعمها بجد يا جماعه احلى من اللي بتشتريها من بره بكتير. بس كده هنخلص بقى ايه، هنصب شويه اللي ناقصين في الحله دول عشان نخش بعد كده ونعمل ايه، نعمل مربى الجزر. ولما يجي بقى يهل علينا الصيف بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض مربى العنب. بس كده خلاص. هنضف بقى البرطمان كده، هجيب منديل امسحه وانضفه عشان يبقى زي الفل ومفيهوش اي حاجه، وهقفل عليه. هتاكد برضو ان هو هدا خالص، وبعدين ادخله التلاجة. يعني هو هنا كان لسه دافي، هقفله وهسيبه لحد ما يبرد نهائي، وبعد كده ادخليه بقى التلاجة. هيقعد معاكي بقى ايه، ما تقلقيش، يعني ممكن يقعد معاكي شهرين او 3 مش هيجراله اي حاجه، لان فيه الماده الحافظه بتاعته الليمون. هنا بقى معايا جزر، ده كيلو من الجزر بشره، بشرته كده. هاتي بقى مبشره، ومعلش بقى شغلي عضلات ايدك شويه وابشري كيلو جزر. كيلو الجزر ده هنا بقى في الجزر مش لازم تجيبي حله كبيره، يعني انا بصي الحله اللي يعني واخداه على القد، لان الجزر مش بيفور. انا بقى الجزر هخلصه وهحطه على النار. الجزر بقى ما بسيبهوش يشرب ميته، عشان ده لسه لازم بقى الجزر يتضرب معايا. انا بسيبه لحد ما يستوي وينزل الميه ويشرب جزء منها، والباقي بضرب ميته الباقيه دي في الخلاط. هنحط بقى على كيلو الجزر برضو نفس الحكايه كوبايه، بس الكوبايه التانية بقى هحط كوبايه الا ربع. في الفراوله حطيت كوبايه ونص، لان الفراوله بتبقى مسكره، كانت مسكره قوي عندي، فحطيت لها كوبايه ونص من السكر. الجزر ما بيبقاش تسكيرته مش عاليه قوي، مش ما بيبقاش فحطيت له كوبايه كامله، والكوبايه التانية كوبايه. وهنحط ايه، عصير وسط. بس كده هي كانت المربى اللي عندي. بتهيألي مفيش ولا اسهل من كده. مش تحطي اللايك، حطي اللايك لو سمحتي. بتنسي تحطي، فما تنسيش دلوقتي وانتي تتفرجي حطي اللايك، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي معايا ليه، بجد هتنوري. ما تنسيش تتكي كمان على اللايك. هنا بقى هقلب مع بعض، وهحط الجزر بقى بياخد حوالي تلت ساعه. قلت لك ما تسيب، مش عايزاه يشيل الميه اللي فيه، لا انا عايزه الجزر يبقى مستوي وفي نفس الوقت لسه فيه ميه. فتلت ساعه كده، لما تحسي ان خلاص الميه كلها وشرب مثلا ربع الميه بتاعته، نطفي عليه ويبقى كفايه قوي. وهوريكي دلوقتي يبقى كميه هنا بقى خلاص. بصي بقى الميه اللي تحت الجزر استوى، اخد وقته. بصي نزل الميه، وبصي هوريكي كميه الميه كده حلوه قوي. كميه الميه دي عشان تساعد في الخلاط، تساعد ان الجزر يتضرب معايا. بس اخد بقى الكميه دي كلها كده، اهم حاجه بالميه عشان هو ده اللي شويه الميه دول هم اللي هيمشوا الجزر في الخلاط. لو عندك طبعا هاند بلندر استخدميه واضربيه. يا جماعه لو وصلتوا للجزء ده وكده رشحولي نوع هاند بلندر كويس، عشان انا كان عندي براون واتعقدت منه وملحقتش استخدمه تقريبا اقل من سنه وباظ. واللي عرفته ان هو ما بيتصلحش وبيترمي ولازم اشتري واحد جديد. فاللي عندها هاند بلندر نوع حلو في الكومنتات ايه نوع الهاند بلندر الكويس، عشان انا اصلا بفكر بصراحه اجيب تورنيدو. ضربته في الخلاط وكل شويه بفتح عليه كده واديله تقلبتين بساعد بصي هو الجزر عشان استوى حلو قوي معاكي بشويه الميه دول هيضرب معاكي بكل سهوله. لو انت بقى حسيتي لا مش ماشي في الخلاط وتقيل، حطي له بق ميه صغير كده، بق ميه صغير لحد ما تلاقيه خلاص تمام اتضرب. وهو قوامه يا جماعه ما بيبقاش ميه، قوام مربى الجزر بتبقى تقيله. فخلي بالك عشان الميه ما تاخديش تزودي في ميه كتير. يعني لو حسيتي ان هو لا مش ماشي في الخلاط خالص، حطي له بق صغير كده. بس كده بصي بقى هنا اتضرب معايا وبعمل ازاي، بقت تمام قوي وحلو قوي. هنجيب برضو برطمانات ازاز،
متعقمه ومتنضفه وزي الفل وما فيهاش حاجه. هحط عليها بقى مربى هحط فيها بقى المربى كده. انا عايزه اقولك بقى الكميه دي عملت لي برطمان كبير قوي وبرطمان اصغر وفي اصغر يعني عملت لي كميه محترمه جدا. الجزر يا جماعه بيرمي كتير، فالكيلو رمى معايا كميه حلوه قوي ومحترمه قوي. فانتي بقى لو جبتي كيلو وكيلو كده عايزه اقولك يعني ايه، هتعمل معاكي كميه هتشوفيها في الاخر. انا هجيب لك الكميه كلها جنب بعضها عشان تشوفي في الاخر بجد عملت معايا كميه عامله ازاي. عملت معايا كميه حلوه قوي. ده البرطمان الاخير اهو. بصي بقى، من كيلو فراوله، بقولك من كيلو فراوله وكيلو جزر، بصي عملنا كميه مربى حلوه ازاي. وبصي لون الفراوله، بصي رهيب. مش قادره اقولك بجد مربى الفراوله طالعه حلوه وطعمها حلو ازاي. ما تنسيش بقى اللايك والشير والكومنت الحلو زي